السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض السندوتشات بتاعه الكبده بتاعه العربيات، وكمان بتتباع في المحلات. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهقول لك ازاي تتفادي اي مشاكل ممكن تقابلك وانت بتعملي الكبده بتاعتنا، ازاي ما تكونش بتشد كده معاكي، وازاي كمان تكون ريحتها كده حلوه وما تكونش زفره ولا اي حاجه. طبعا لو احنا طلبنا السندوتشات دي من بره كده لكل افراد اسرتنا، مش هتكفي معانا الميزانيه، لكن احنا هنعملها النهارده بربع التكلفه بتاعتها باذن الله. وكمان هنقدم مع الكبد النهارده، هنعمل معاها صينيه كنافه كده بالمكسرات، هنفتكر بقى ايام رمضان كده باذن الله. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، من غير سكر بودره، ومن غير اي عسل جلوكوز ولا اي حاجه من دي خالص، وهتطلع معاكم النتيجه زي بتاع المحل واحلى كمان. بس لو انتوا لسه في القناه بتاعتي، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو حابين تتعرفوا عليا، انا اسمي عبير. ويلا بينا دلوقتي بقى نخش على الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده هعملها، انا عندي هنا كيلو من البطاطس. انا كنت جايبه البطاطس ديت الوسط بكيلو ب10 جنيه. جبتها كده وغسلتها كويس جدا وحطيتها تستوي على نار هاديه. وبعدين دلوقتي بقى عندي هنا الكبده، انا عندي هنا نص كيلو من الكبد، من الكبده. طبعا تقدري تستخدمي الكبده ديت فريش، بلدي يعني، او تستخدميها مجمده على حسب ميزانيتك ومقدرتك. طبعا كل واحد ربنا بيحلل اللقمة بتاعته بإذن الله، بيحليها ببقه كده، سواء كانت غالية أو كانت رخيصة. أول حاجة ده نبدأ نقطع بقى الكبد بتاعتنا شرايح زي ما انتوا شايفين كده بالطول. وبعدين هنبدأ نقطعها كمان شرايح بالعرض، تبقى عاملة زي العصافيري كده او مكعبات صغيرة على حسب ما تعرفي تقطعيها والشكل اللي انت عايزاه. هقطع بقى كل الكمية كده كلها مع بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين دلوقتي بقى هبدأ اشوف هعمل ايه في الكبدة بتاعتنا ما بتتغسلش. احنا بننقعها كده في شوية توابل وخلاص. انا عندي هنا معلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة كمان من الكمون، ونص ليمونة كده، عصرة ليمونة. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي كلها مع بعضها، ما بحطلهاش ملح على فكره دلوقتي خالص. وهسيبها كده مثلا احطها في مصفى ولا حاجه، إيه لو انا حاسه ان ممكن تنزل دم ولا حاجه منها. بس الحمد لله الكبده بتاعتي نظيفه وناشفه زي ما انتم شايفين كده، ما نزلتش اي حاجه. بعد كده بقى في مقله على النار هبدا احط كده المقله، احط فيها معلقتين من الزيت، واول ما تسخن معايا كويس جدا هنزل بالكبده بتاعتي واغطيها. واول ما تشمع معايا كده ولونها يتغير زي ما انتم شايفين كده هبدا اديها تقليبه. وبعدين عندي معلقه كبيره من الثوم المدقوق، المفروم يعني، هبدأ كده احطه مع الكبدة واشوحها كويس جدا، وهسيبها كده كمان دقيقتين. وبعدين عندي هنا نص معلقة صغيرة من الملح، وعندي هنا فلفل سبايسي وبارد، او عندك فلفل رومي، فلفل حراق، اي نوع فلفل يعجبك، فلفل الوان، تقدري تضيفي اي نوع فلفل. هنكمل بقى منكهات الكبدة بتاعتنا، هنبدأ نحط كده نص معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من توابل الكبدة، وهنكمل كمان نص معلقة من الكزبرة. ولو انت عندك مثلا 7 بهارات او توابل كده تقدري تضيفي دي براحتك خالص. خلصنا كده الكبده، ما خدتش معانا اكتر من 5 او 7 دقايق بس على النار. واخر حاجه بنحطها هي عصره ليمونه، وكده نطفي تبقى كده جاهزه معانا. هنقدم مع الكبده بتاعتنا بقى سلطه طحينه. والطحينه اللي بتقدم مع كبده بتبقى خفيفه. هنحط معلقتين 3 كده من الطحينه، نحط عليهم معلقه كمان من الخل، وهبدا كده اقلبها بالمعلقه كويس. هلاقيها كده مسكت معايا كده واتكتلت. هبدا انزل عليها كده بميه دافيه، مش ميه سخنه، ميه دافيه بسيط، لحد ما افككها واوصلها للقوام اللي انا عايزاه. هي هطعمي بقى الطحينه بتاعتنا برشه من الملح وعصره ليمون، وعندي كمان هنا كمون، تقدري تضيفي كمون وفلفل اسود وملح. عايزه تحطي بابريكا، عايزه تحطي شطه، مفيش مشكله خالص. مش عايزه تحطي حاجه من دي خالص، وعايزه تزودي لها زبادي، برضو براحتك. على ما عملنا الكبده وعملنا كمان سلطه الطحينه، كانت البطاطس بتاعتنا خلاص داخله كده على سوا. هبدا اضيف لها كده معلقه من الملح علشان تطعم معايا. وبعدين هبدا اسيبها كده 5 دقايق كمان على النار. وبعدين هبدا اخدها اقشرها كده واركنها على جنب في حله على النار او في مقله. هبدا احط معلقه من السمنه، انا عامله دي سمنه مخلوطه، سمنه بلدي على النباتين، بتدي طعم جميل جدا للبطاطس وكمان الحلويات. واحط كمان معلقه كده من الزيت، واحط معلقه من الثوم المفروم. هنعمل البطاطس النهارده بتاعتنا بالثوم دي، طعمها جميل جدا. يا دوبك الثوم يسخن بس قبل ما ياخد اي لون معايا، هبدا انزل بالبطاطس بتاعتي اللي انا قشرتها، واقلبها كويس جدا عشان تسخن معايا كده. وبعدين كده بالهراسه بتاعه البطاطس هبدا اهرسها، او بكوبايه او اي حاجه عندك او بشوكه. اهرس البطاطس بتاعتي لحد ما تبقى ناعمه. مش هحط لها اي توابل علشان خاطر ما اغيرش اللون بتاعها. ممكن
توابل كده بس على وش طبق وخلاص. ظبطت الملح بتاعي كده، وبعدين دلوقتي هنبدأ نقدم الاكل بتاعنا. انا عندي هنا العيش ده عيش سندوتشات، تقدري تقدمي في عيش شامي، في اي كايزر، في اي حاجه. ده العيش بتاعي سندوتشات، عندنا هنا فرن جنبنا بيعمل العيش بتاعي سندوتشات ده، فانا جبت منه. عندي هنا كمان جرجير متقطع كده وخس كابوتشي، هحط كده معلقتين من الكبده، وعليهم معلقه من سلطه الطحينه، واحط كمان كده جرجير وخس كابوتشي كده معاه، وكده السندوتش ما شاء الله بألف هنا وشفا. بيتقدم معاه كمان ترشي، وكمان البطاطس ديت على اللي حابب ان هو يعمل سندوتشات بطاطس او يضيف عليها كده براحته خالص. وده كان الغدا بتاعنا النهارده. بعد ما عملنا بقى الغدا هنبدا نعمل معانا دلوقتي الحلو. انا هعمل النهارده كنافه بالمكسرات بطريقه سهله بسيطه جدا، من غير ولا سكر بودره ولا عسل كلوكوز ولا اي حاجه، باقل امكانيات موجوده عندنا هنعمل احلى صينيه كنافه باذن الله، زي بتاع المحلات بالظبط، وزي اللي بتتباع على العربيات في الشوارع، وبنعملها في رمضان باذن الله. انا عندي هنا كوبايتين من السكر، هبدا اضيفهم كده في كزرولة، وبعدين هبدا اضيف عليهم كمان كوبايتين اتنين من الميه، وهحط عليهم لا اما كيس من الفانيليا لا اما نص عصره ليمونه، وهسيبهم واحطهم كده على النار. من بعد الغليان هنسيبهم على 7 دقايق. احنا عايزين الشربات بتاعنا ده يكون مايل للتقل علشان خاطر يدي النتيجه بتاعتنا الممتازه للكنافه. مش عايزينه تقيل قوي زي العسل الكلوكوز ولا خفيف قوي زي الميه. هنسيبه بس 7 دقايق بعد ما يغلي معانا، وبعد كده بقى هنطفي عليه النار. عندي هنا بقى نص كيلو من الكنافه الشعر، انا جبتها كده وحطيتها في الفريزر، ولازم تبقى مجمده معايا علشان نعرف نطحنها وتبقى بالنعوميه اللي انتوا شايفينها دي. تقدري تطحنيها في كبه، تقدري تقطعيها كده بالسكينه او تفركيها بايديكي زي ما انا عملت كده، وتبقى ناعمه بالشكل ده. بعد كده بقى عندي الصينيه هنا الكبيره اللي في الطقم، هبدا احط فيها معلقه كده كبيره من السمنه وادهنها كويس. انا مستخدمه كوبايه واحده سمنه بس لكل حاجه، لدهن الصينيه وكمان للكنافه. هحط معلقه من السمنه في الصينيه، وبقيه الكوبايه السمنه بتاعتي هبدا كده افككها، وبعدين اقلبها على الكنافه كويس جدا لما تمتزج كلها مع بعضها. هحط نص كميه الكنافه كده في ارضيه الصينيه، واسويها كويس جدا بالمعلقه كده، اقفل كل المسام اللي موجوده فيها. وبعدين دلوقتي بقى هبدا احط بقى اي حشوه انا عايزاه. عايزه تحطي قشطه، عايزه تحطي مهلبيه، عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي اي حشوه نفسك فيها، عايزه تحطي سكر، عايزه تحطي اي حشوه نفسك فيها تقدري تضيفيها في الوقت ده. هنضيف بقى المكسرات بتاعتنا كلها كده، وبعدين هنبدا نضيف كميه الكنافه اللي فاضله. هنسوي بقى الكنافه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين برضو بالمعلقه كده، ونسويها كويس جدا، ونحاول نضغط عليها علشان خاطر تطلع متماسكه معانا وما تتفتفتش مننا ولا اي حاجه. اهم خطوه في الكنافه دي انها تبقى مكبوسه كويس جدا. ممكن تجيبي الصينيه اللي بتبقى اصغر منها، بس تحط الصينيه في كيس عشان ما تطلعش اي زراء من الصينيه كده في الكنافه بتاعتنا، وبعدين تضغطي عليها بالشكل ده. بعد كده بقى هندخل الصينيه بتاعتنا على درجه حراره 180، هتاخد حوالي نص ساعه، ونخلي الشبكه بتاعتنا نازله لتحت شويه كده علشان تحمر الوش معانا، تحمر القاع الاول، ولما تلاقيها جمدت معاك كده تبداي تشغلي الشوايه لو ما خدتش نفس اللون انت عايزاه. واول ما تخرج من الفرن بتاعي هبدا كده اسيبها حوالي 5 دقايق، وبعدين هيكون الشربات بتاعنا برد. هنبدا نسقيها الشربات بتاعنا، وهتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفين ده، لونها جميل جدا مكرمل من تحت، بقى عسل جلوكوز ولا سكر بودرة ولا تكلفة في الميزانية ولا أي حاجة. عملنا الكنافة جميلة جدا ولذيذة، وعملنا كمان النهاردة الكبدة. لو احنا بنشتري السندوتش ده من بره هيقطع مبلغ وقدره، خصوصا ان احنا عاملين كبدة بلدي، لكن احنا عملنا الأكل بتاعنا والحلو كمان في البيت، ما كلفش نص التكلفة بتاعت بره، ووفرنا في الميزانية. الشطارة انك تعملي الاتنين، يبقى أكل حلو وأكل مطاعم، وكمان توفري في الميزانية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.